النبي صلى الله عليه وسلم في مرة من المرات كان جالسا مع أصحابه، فقال: يدخل من أمة الجنة 70,000 بغير حساب. فقال رجل: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: اللهم اجعله منهم. ثم قام آخر فقال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. عكاشة هذا مثال عجيب في اقتناص الفرص وسرعة الاستجابة. القصة هذه فيها أمر في غاية الدقة، يعني بين دخول عكاشة ابن محسن رضي الله عنه الجنة بغير حساب وبين التعرض للحساب لحظة واحدة بادر فيها عكاشة بالسؤال وتأخر فيها صاحبه. إذا أمعنت النظر في هذا الحديث النبوي الشريف وجدته يحثك على المبادرة والمسارعة للخير وطرقه، وأن التواني فيه يضيع المصلحة أو يفوت عليك الفرصة. ثوان بسيطة جعلته يحوز على دعوة عظيمة من النبي. ميزان الله دقيق لا يفوت لحظة ولا يضيع ثانية. يعني مثلا لما يدخل وقت الصلاة وأنت منهمك في عمل أو في خرجة مع أصحابك، الدقائق البسيطة التي ستخصصها للصلاة وتترك انشغالك فيها ليست هينة على الله. أن تعطي صلاتك الأولوية ليس شيئا قليلا عند الله. الله الذي يقول: فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم. يحب الله المسارعة في الخيرات، ولا يعقل أن من يسارع يتساوى عنده مع من يتوانى. فارق اللحظات له قيمته عند الله. فارق اللحظات يرفع أناسا في الجنة في الغرفات منزل في الجنة، وآخرين دونهم يرونهم كما يرون الكوكب الغابر كما صح عن النبي. شوف بعد المسافة. هذه المسافة والدرجات تؤثر فيها قراءة آية أو دمعة من خشية الله أو دعوة من قلب خاشع ونفس خاضعة منكسرة أو تفكر من عقل موقن أو كلمة طيبة أو معروف مبذول للخلق. في حياتنا اليومية على سبيل المثال يصلي اثنان في صف واحد بين ثوابهما كما بين السماء والأرض، والفارق لحظات من الخشوع والتركيز. وقد ينفق اثنان مبلغا واحدا فينال أحدهما أجره بينما ينال الآخر 700 ضعف أو أكثر. يقوم جارك الليل ب10 آيات فلا يكتب من الغافلين، وتنام أنت دون صلاة فتكتب من الغافلين، والفارق لحظات. تمر مع أحدهم في الشارع فتجد ما يؤذي الناس في الطريق فتزيله أو تنحيه فتكتب لك أجور لا تعلمها ويحرمها رفيقك. تبتسم في وجوه الناس فتكتب لك صدقة. يتمتم لسانك بتسبيحة فتغرس لك أشجارا في الجنة، والفارق لحظات. تبادر بالسلام على من تلقى. خيركم من يبدأ بالسلام. خيركم. انتهى النبي ذات يوم من صلاة الصبح فأقبل على أصحابه بوجهه فقال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال عمر: يا رسول الله، لم أحدث نفسي بالصوم البارحة فأصبحت مفطرا. فقال أبو بكر: ولكن حدثت نفسي بالصوم البارحة فأصبحت صائما. فقال: هل منكم أحد اليوم عاد مريضا؟ فقال عمر: يا رسول الله، لم نبرح فكيف نعود المريض؟ الصبح يعني فجر. فقال أبو بكر: بلغني أن أخي عبد الرحمن بن عوف شاك فجعلت طريقي عليه لأنظر كيف أصبح. فقال رسول الله: هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا؟ فقال عمر: صلينا يا رسول الله ثم لم نبرح. فقال أبو بكر: دخلت المسجد فإذا بسائل فوجدت كسرة من الخبز الشعير في يد عبد الرحمن فأخذتها فدفعتها إليه، عبد الرحمن ابنه. فقال: أنت فأبشر بالجنة. الله يقول: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. لما فتحت مكة دخلت سائر قريش والعرب في الإسلام وتيسرت الأمور، لكن قبل الفتح كان الإنفاق أشق على نفوس المسلمين لقلة ذات أيديهم وقلة جمعهم قبالة جمع العدو. باختصار، الحياة فرص، وأيسر هذه الفرص تجدها مع الله. والجميل هو أن الفرص مع الله مضمونة النتائج، عظيمة الربح، ليس فيها مخاطرة ولا مجازفة، فوعده لا يخلف. كل الناس سائر إلى الله ويتمنى على الله الأماني، ولكن المغتنمون لفضل الله قلة، وهم درجات عند الله. السلام عليكم.